بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب يتوسن مسائل الشيطانات ثم يتوسن بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعلم والقرآن كلام الله وليس بمخلوق قال الإمام عليه رحمة الله ورضوانه من إلالو قرآن يا الله كلامنا مخلوق أيدل بقلس وليس بمخلوق مالت قدنا مخلوقنا وملو عكالوج سلال ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق إن نسخان دزنم قرآن مخلوق أيدل كمالت ማንኛውም ሙስሊም መድከም የለበትም አይድከም مخلوق አይደለም ይበል ولا يضعف بضاد بعين بفا ولا يصف من النسخة ينورال المهم معظم النسخ ولا يضعف مخلوق አይደለም ከማለት አይድከም ወይ መድከም የለበትም قال فإن كلام الله ليس ببائن منه يا الله سبحانه وتعالى كلام كسو يتلايا አይደለም እንግዲህ كلام الله سبحانه وتعالى ምንድነው ብለናል ለጀበብ كلام صفة نعم ذاتية ولا فعلية كلام يا شباب صفة مشتركة ذاتية وفعلية شرح لا يمثال الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء عند الزهن صفة كون يا شباب متبالو صفة من دنه فعلية وصفة ذاتية سلازي الله سبحانه وتعالى كلامه كسو يراكا إذا لم يسو بحري يسو صفتنا وما لتاتشو وليس منه أي من كلام الله سبحانه وتعالى شيء مخلوق أي أو منه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خالق انجي مخلوق هذا سلزه كلامه من صفاته سلهنا مخلوق أيدلم القرآن مخلوق لعلمهون يا شباب أهل السنة والجماعة كم يمطواتشو مخلوق لعلمهون كم يمطواتشو أنقصت إنا تنبوه ما نارقاتشو بزو أنقصت شامتال من ضمنها قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا شباب القرآن مخلوق لعلمهون وما سرجانه إلى أهل السنة والجماعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر به وليس في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن القرآن مخلوق نبينا صلى الله عليه وسلم يتلاكبة بمولو عدد السواد في المشهد العظيم حجة الوداع عليه مسكروا الله تعالى صحابه تشاچو كمتوشي بلا يالو صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم كدرسوا مكاكل من يله قرآن مخلوق نو ولا استمر سلازي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك امي لو انقص من ادله المندنو يالنا يا شباب قرآن مخلوق لا لمهونو كمي املاكتو انقص ብዙ ናቸው እንግዲህ مظن لا بزو أهل السنة والجماعة رسخ አላቸው علم لا قرآن لا حديث لا ليلة أول سورة الرحمن من دون ملا يا شباب القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن وبعدها خلق الإنسان ሌላ ማዕናውስ እንገባለን ግን አሁን ለሻሂዳችን ቁርአን ላይ علمل ቁርአን خلق القرآن علم الله سبحانه وتعالى ያለው ቁርአንን አስተማረ ረህማን ያንን በነብዩ ላይ ያወረደውን ቁርአን ወደ መخلوق ሲመጣ ግን خلق الإنسان تقديم تأخير بعض المفسرين ሲናገሩ እንግዲህ الرحمن خلق الإنسان أدلم يالو الرحمن علم القرآن بعض المفسرين يتفسروا التفسير سويوا يا شباب ملو مفتروا ملو خلق ميهونو
ቁርአንን ሲያውቅ ማዕናውንም ለፍዙንም ቁርአንን ድስቱር መመሪያ አድርጎ ሲይዝ ስለሆነ من خلق الإنسان تعليم القرآن ياسقدمت بحكمة إيه نويلال بذي القرآن اعتناء ما درق الله قرآن رفز مقراتو معناون معاوكو مايتو بدي قرآن لا يبزو نقروج بلانال سلزي وليس منه شيء مخلوق نقر يلا بما اسكتل منالو وإياك إيه تحذير يبالا له إياك ما استنكك إياك تتنكك على ومناظرة من أحدث فيه زي قرآن لا إحداث فترى يفتروا سواتشن الناس المناظرة كما أدرك تنكك شبهات شول ياغنين سلميتشن مناظرة لا ترى ومن قال باللفظ وغيره بلفظم قالوا سوج تتنكك እንግዲህ يا شباب አንዳንድ ሰዎች لفظي بالقرآن مخلوق ቢል ሰውየው ቻላል አይቻልም ፈልሰፋ ውስጥ ይገባል لفظي بالقرآن مخلوق هذا القول ينسب الى الامام البخاري رحمه الله وهو بريء منه اني على لكم بلو ملوال الامام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق على لكم بلو ሰውየው ስለራሱ ነው የሚያውቅ ምክንያቱም يا شباب ይሄ محتمل لفظ بخاري ላይ ያዋኺር الصحيح አሳልፈናል لفظي بالقرآن مخلوق ማለት ቁርአንን ማንበቤ ይሄ ለፍዝ መስደር ከሆነ ቁርአንን ማንበቤ مخلوق ነው ማለት ነው واضح ነው አይደል ይሄ እንግዲህ خلق افعال العباد የሚባል ኪታብ አላቸው الامام البخاري የባሮች ስራ አላህ ፈጥሮት ነው ከስበን የነሱ እንኳን ቢሆን خلقን ግን ይሄንን ለፍዝ بالقرآن مخلوق ሌላ ስለሚያሲጥ አላልኩም ብለው طيب ሌላው አባባል ለፍዝ ማለት ይሄ ለፍዝ የሚለው مصدر እንኳን ቢሆን من اطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ሊሆን ስለሚችል መልፉዚ ሊሆን ይችላል ለፍዝ የሚለው ምን ሊሆን ይችላል ያጀባ መልፉዚ ካልክ ቁርአን مخلوق ነው አልክ ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ ይሄንን አላልኩም صاحب الفتح ከአንድ ሻሪህ ነቅለው لفظي بالقرآن مخلوق የሚለውን አባባል معلش يا شباب فتح الباري ما يتكلم الأواف بمعنى እንኳን ትክክል ቢሆን እንግዲህ ቂራአችን የኛ مخلوق ነው የኛ ስራ ስለሆነ ግን ኢጥላቀን የተከለከለ ነው አይባልም معناه صحيح እንኳን ቢሆን ኢጥላቁ ምንድነው አሉ يا شباب አይባልም ምክንያቱ ሰለፎች አላሉ لفظي بالقرآن مخلوق ስላላሉ لفظي بالقرآن مخلوق አይባልም ስለዚህ በለፍዝም ሆነ በሌላ እንግዲህ ለፍዙ مخلوق አይደለም ማዕናው مخلوق ነው ማዕናው ነው እንጂ ለፍዙ ይያሉ እንዛ ውስጥ እንዳትገባ እነሱንም ሙናዘራ እንዳታረግ ቁርአን የአላህ ከላም ነው ብለህ ነው ማመን وإنما هو كلام الله طيب نعم ومن وقف فيه الفين توقف يا رجل واقفاዎች ሊያመጡና ያሸባ فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله እነዚህ እንግዲህ مخلوق ነው ካሉት አካሎች ሸር ናቸው ብለዋቸዋል عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني واقفة مالت قرآن مخلوق منه علم غير المخلوق منه علم كلام الله بيزم يعلم فهذا صاحب بدعة يبدع على بيتنا يمن خبرنا ومن لا مثل من قال هو مخلوق ነው እንዳለው ያለው አካል صاحب البدع እንደሆነ ሁሉ ይሄም متوقف የሆነውም ጀዝመን مخلوق አይደለም የማይለው صاحب بدع ነው ማለት ያለብን ትክክለኛው አባባል وانما هو كلام الله ليس بمخلوق ይሄንን ማለት ነው ያለብን የአላህ ከላም ነው ሐቂቀተን
መኽሉቅ አይደለም ብለን ማለት አለብን ስለዚህ ያሸባ አሁን ቁርአን መኽሉቅ ነው ያሉት رد عليهم እኛው ሰውዬ ዋቂፉ ሙተወሪዕ መስለ ይቀርባል ለሰዎች ይሄ አልዓዋም የቁርአንን መኽሉቅ ነው ማለልም መኽሉቅ አይደለምም ማለልም ሲል ምን ይመስላችኋል ለሰዎች ያሸባው ይሄ ሰውዬ ለህን የሚፈራ እና ወርዕ ያለው ስለሚመስል ሙለብስ ስለሆነ ከመኽሉቅ ነው ከሚለው የኛው ለኢማም እንደዛኛው صاحب البدع በመሆን ይገናኛሉ አሉ ግን በተፋሲል ስንገባ ዋቂፋው ወይም ዋቂፉ شر ነው من الذي يقول انه مخلوق طيب ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን በሐቂቃ ተናግሮበታል ብለን ቁርአን የአላህ ከላም ነው ብለን ማመን አለብን መኽሉቅ አይደለም ብለን ማመን አለብን አሉ من المسائل التي تكلم فيها الأولون والآخرون أيضا القرآن فأهل السنة على أنه كلام الله أنزله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم تكلم الله به حقيقة وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ وكذلك أمر بكتابته في الصحف وفي المصاحف فهو لا يخرج عن كونه كلام الله لوح المحفوظ متصافى صحف مست مصاحف مست بالصاف يا الله كلام كما هنا يوطا وأنكر ذلك المعتزلة والعبادية الذين في عمان وغيرهم تنانت يالناتشو عمان مالك እንግዲህ ስሙና ያገሩ ያው سلطنة ስለሆነ سلطنة عمان ይባላል ባሁኑ ሰዓት ብለናል من دول الخليج وقالوا إنه مخلوق وجعلوه كسائر المخلوقات فضلوا وأضلوا بذلك ورد عليهم أهل السنة وبينوا أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وأن كلامه قديم النوع متجدد الآحاد يهنجد صفة ذاتية صفة فعلية لأنه ليزان الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما يهنن سناي قديم النوع كلام الله سبحانه وتعالى صفة اللي يشاق الزمن ومن نقر ومالتاتشن سناي دقم متجدد الآحاد وأن من جملة كلامه هذا القرآن يا الله كلام قرآن بتشادل من جملة كلام الله القرآن وردوا على من قال إنه مخلوق وكذلك على من توقفوا وقالوا لا ندري مخلوق أو غير مخلوق بل أمروا بالجزم أنه عين كلام الله وقالوا إنه منه بدأ وإليه يعود فلا يجوز أن يجعل شيء منه مخلوقا كقرآن عند نجرم مخلوق للدرجة يتشلم لا لفظه ولا معناه بل كله كلام الله تكلم به حقيقة ويثبتون صفة الكلام أن الله تعالى متكلم كما يشاء ويتوقفون عن كيفية كلامه يقول الوجه يوم من فيوت سوج إنيا وريسنا ورا بزو نقرأت ياسفلقنا لهم سنة قرني يا شباب مخلوق ني أنيا ونسنة قر كم فر ملاس منقص عقص من مالت جنس موتات يمرسات እንግዲህ خالقን ምን ማድረግ ነው የሚያስይዘው يا شباب فمخلوق አይመስል ذاቱ የመخلوق ذات እንደማይመስል ሁሉ صفاتም የመخلوقاتም صفات አይመስልም ይናገራል የተከለሙ اذا شاء وكيف شاء كيفياውን ወደ الله سبحانه وتعالى كلام على الحقيقة اثبتا كيفياውን ወደሱ تفويض እናረጋለን አሉ ويتوقفون عن كيفية كلامه أو التدخل في الأشياء الغيبية التي لا تبلغها الأفهام ويقولون نكل علم ذلك إلى الله تعالى طيب سلزي باجروا قرآن يا الله كلامنا ማስረጃዎች ያው በቁጥር ያስቀመጧቸው አሉ አንዳንድ አንቀጾች ጠቅሰዋል من ضمنها قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله እንግዲህ وإن أحد من المشركين ዛንሁ ላይ ማሰልፈናል ፋይል ከፊሉ አይቀደምም ብለዋል ከፊል ፋይል ተቀድሞ መጥቷል የሚል ነገር ካስገኘ እንግዲህ ምን እንደምናረግ አሳልፈናል ሉጋው ኪታባችን ላይ አሁን ይሄ አሐዱን የሚለው የሚመስለው የስተጃረ ፋይል ሙቀደም ይመስላል ፋይል ደግሞ ከፊል ምን አረግም ብለናል አይቀደምም ስለዚህ የስተጃረ ጁምላው ሙፈሲራ ይባላል استجار ያለው ፈስሮት ከኢን በኋላ የተጣለ ፊዕላ አሐዱን ፋዒል የሚሆነው ለሱ
ምንድን ነበር? ወኢን استجارك احد استجارك ስለዚህ ኢን የምትባለው ምን ادوات الشرط ናት ادوات الشرط لا يليها الا الجمل الفعليه እንግዲህ ነኪራ ከሆነ ነው ማዕሪፋ ከሆነ ሙብተዳ እናረግና ከዛ በኋላ የመጣው ፊዕል ፋዒል ضمير ይኖረዋል ለዛ ለሙ ዘይዱን ቃመ ብንል ለምሳሌ ይሄ ዘይዱን ለቃመ ፋዒል ሙቀደም ተደርጎ አይታረም ዘይዱን ምን እንለዋለን ያደባ ሙብተዳ ነው ማዕሪፋ ስለሆነ ቃመ ፊዕል ነው هو አለ ውስጡ ፋዒል ወደ ዘይድ የሚመለስ ቃመ ሆነ ይዞ ለዘይድ خبر ይሆናል ስለዚህ አሐዱን የሚለው ነኪራ ስለሆነ ያን ማድረግ ስላልተቻለ የተጣለ ፊዕል አለ ለሱ ፋዒል አድርገን እናርባለን ስለዚህ አንድ ሰው ወደ አንተ ቢጠጋና ጠብቀኝ ቢል አስጠግተህ ጠብቀው ነው የሚላቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሙሽሪኮች አንድ ሰው ጥገኝነት ቢለምን ቢጠይቅ ወደ አንተ እስኪ አንተ ጋር ካፊር ነው ሙሽሪክ ነው ተብዬ እንዳልገደል ህልውናዬን አስጠብቅልኝ ህይወቴን አስጠብቅልኝ እንዳይረብሹኝ ሰዎች ብሎ ካንተ ጂዋር ጠይቆ ወደ አንተ ቢመጣ ጂዋር ስጠው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች እንዳይመቱት እንዳይረብሹት አድርገው ምን እንዲያደርግ ነው ያ ሰውዬ حتى يسمع كلام ስለዚህ የሚቀርብ የአላህ كلام ነው እሱን እስከሚሰማ ድረስ ከዛ በኋላ ሰላማዊ የሚሆንበት ቦታ አላምንም ካለ ሰላማዊ የሚሆንበት ቦታ ድረስ አድርሰው ካሁን በኋላ በቃኝ በተሰቦቼ ጋር ደርሻለሁ ማንንም ችግር ሊሰነዝርብን አይችልም የሚለው ቦታ እስከሚደርስ አድርሰው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ከሰለመን فبها ونعمت ብዙዎቹ ያጀው ቁርአንን ሳይቀ የሆነ የነብያችን ሰለላሁ ኹጥበተ الحاجه ሰምቶ يسلم صحابيال እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يسمع كلام الله سلاله ይሄ ቁርአን ያላህ كلام ለመሆኑ ከሚጠቁሙ ማስረጃዎች አንደኛው አንቀጽ ነው አሉ وبعده في آية ليلة والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح سلاس الدستنيا قطرنا يصافت يوم القيامة الله بمايت مامن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا يوم القيامة متأيّل الله سبحانه وتعالى مؤمن وجايوتال جنة كقبهم بهالا يايوتال ስለዚህ አሐዲስ ብዙ ሰብተዋል አያቶችም ትናንት ወዳም ጠቆም አድርገናል በቁርአንም በሐዲስም የሰበተ ነገር ነው ሩእየቱላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አላህን ሙእሚኖች ያያሉ ብሎ ማመን كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ከነብያችን صلى الله عليه وسلم እንደተወራው من الاحاديث الصحاح ማለት ሷሂሖች የሆኑ አሐዲሶች ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተወሩ ሁሉ በዚህ እናምናለን من اصول السنه الايمان برؤيه الله جل وعلا الله ይታያል ብሎ ማመን ባይሆን ዱንያ ላይ ሳይሆን አኺራ ላይ ዱንያ ላይ የሚመጣውን ፍቅራ እናያለን ዱንያ ላይ አላህ አይታይ ሰዎች ያላቸው ችሎታ አላህን ማየት አይችሉም ዱንያ ይያል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ በሆነ ሐዲስ الإمام مسلم بزقبت حديث سات موتو الله نتايم بلو واضح يا شباب سات موتو من أتارقوا من يالوس نبياتي صلى الله عليه وسلم الله نتايم سلزه بدنيا الله سبحانه وتعالى يتايم يوم القيامة إنا جنة لا مؤمنوش الله يا يالو بزو أحاديثوش تتك سوال في الصحيحين وفي أحدهما يالو أحاديثوش يالو كبوز صحابوች ومنهم جرير بن عبد الله البجلي وابو هريره رضي الله عنهما جرير የሚያወሩት ሐዲስ አለ አቡ ሁረይራም ሌሎችም صحابوች የሚያወሩት ሐዲስ አለ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala يوم القيامة ታያላችሁ ይሄን ጨረቃውን እና ፀሐዋን ጨረቃው ዘንድ ዳመና ፀሐዩም ዘንድ ዳመና ሳይኖር እንደምታውት ሁሉ አላህን ታያላችሁ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ ሩእያን ማስበት من اصول السنه كذلك ايضا من اصول السنه والايمان ان المؤمنين يرون ربهم في الاخره ويرونه في الجنه كما يشاء والاحاديث في ذلك صحيحه ثابته ولا عبره بمن انكر الرؤيا
እሱ ግምት አይሰጠውም ማለት ورد أحاديثها مع ثبوتها وكيفيتها لا نعلمها إلا أننا نتحقق أن المؤمنين يرون ربهم عيانا جهرة بأبصارهم وأن هذه الرؤيا هي أعظم نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى أعظم نعم الجنة وفسرت بالزيادة لأنها زيادة سلونت يعني نعم على يسقى علي في قوله للذين أحسنوا እንግዲህ ዋውን እንደለዋለን ለልጥቃ አሳኪን ያቀራር ህግ ነው للذين احسنوا الحسنى وزياده እንግዲህ للذين خبر مقدم احسنوا صله الحسنى مبتدا مؤخر ለነዛ ኢህሳን ላረጉ ሰዎች መልካም ለሰሩ ኢማናቸውን ኢህሳናቸውን በደንብ ላጠናቀቁ ሰዎች ህስና አላቸው الجنه ህስና ማለት ያጀበ ይስራም ትባላል ህስናም ትባላል ጀነት አላቸው ወዚያደቱን ጭማሬም አላቸው ጭማሬው በምን ተፈስሯል ይያዙና ያለው رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى اللهን ያያሉ طيب وفسر بها المزيد في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ሌላው አንቀጽ ላይ في سورة قاف ጀነት ውስጥ የሚመኙት የሚፈልጉት የሚሹት አላቸው አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ዘንድ ደግሞ ጭማሬ አለ ይላል ይሄ መዚድ رؤية الله ነው ተብሎ ተፈስሯል والأدلة عليها واضحة مذكورة في كتب أهل السنة ተዘክሯል እንግዲህ አልፎ ዓለም ዝህር ሳላ ላይ ብለዋል ያለፈውን ማየት ወደፊት የሚመጣውን ማየት ቅድም ያልኩት ማዕናው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠየቁ አላህን እናያለን ወይ የውመል ቂያማ ሲሏቸው ይሄ የ14 ቀን ጨረቃ በድር ይባላል ወይ ፀሐይ ዳመና ሳይኖር እንደዛ አይነት ሳይኖር እነሱን ለማየት ትጋፋላችሁ ወይ እስኪ ወግድልኝ እስኪ ነይልኝ እስኪ አንጋፋው كذلك እንደዛ ታያላችሁ تشبيه الرؤيا بالرؤيا ነው تشبيه المرء بالمرء ሳይሆን እና ግልጽ በሆነ አረበኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሷሃቦቻቸው አብራርተዋል ከዛ በኋላ ኢንካር ያረገ ኢብራ የለውም አይታይም የሚል ኢንካር የሚያረግ ሰው ግምት አይሰጠውም ለሱ ግምት ስለዚህ አላህን ከሚያውት ያርገን ይያል ዱዓ ያረግ ማመን ነው ያለብን ነው وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ነብያችን صلى الله عليه وسلم ጌታቸውን አይተዋል فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ጌታቸውን ማየታቸው ከነብያችን صلى الله عليه وسلم የተነቀለ የሰበተ ነው صحيح የሆነ ነው አሉ رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما እንግዲህ ወደ 3 ሰነዶች አመጡ ሰብቷል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ማየታቸው ሰብቷል طيب اخرجه الترمذي من ብሎ ነው የጻፈው እናንተ ቁጥሩን 3279 عن الحكم بن آبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره قال أريه مرتين قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال ابن كثير أردتني هلت أمسا إلال رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب السنة نامة زتنا وابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه أيضا والحاكم في مستدركه ثم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه نزو تخرجوش عمد توال طيب نجرس على المتنات ስለዚህ سندون سنناقروا قتادة كعكرمة عن ابن عباس الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس يتزجب نجر سلوان عيتوال والحديث تفسير سنقرون الإمام رحمه الله عندنا على ظاهره بظاهرنا ومن فسروال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة زوست مفلاسف فطرانا بدعة نوال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا عندما التع إننا منبتنا الناس كمتوالن نصدق على ننجي زوست أن فلاسفهم عال إيه مسألة انقدي شارهم كان دم يعرفوت قلت رواية يالله يمثل يا شباب كصحابوች لكن المحققون من علماء أهل السنة والجماعة رواية عند ናቸው ነው በዛሂሩ እንኳን ሁለት ቢመስሉ በሐቂቃ ምንድናቸው ነው የምንለው يا شباب አንድ ናቸው እንዴት ሁለት አንድ ይሆናል ምክንያቱም አብዱላህ ኢብኑ አባስ ከአብዱላህ ኢብኑ አባስ የሰበተው ልብ በሉ ሁለት አይነት አዘጋገብ ነብያችን አላህን አይተዋል ይሄ ሙጥለቅ ይባላል አላህን نعم አይተዋል ሌላው አወራር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን አይተዋል በቀልባቸው አይ ይሄ ምን ይባላል ሪዋያው ሙጥለቅ ነው ሙቀየር ይሄ ሁለቱ ሰብቷል ከኢብኑ አባስ ነብያችን አላህን አይተዋል ራሳቸው ላይ ባሉት አይኖች አልሰበተም ከኢብኑ አባስ بأي وسيلة من الوسائل بأي طريقة من الطرق كابن عباس አልሰበተም ثبت عن بعد تلاميذه كعبد الله بن عباس درسوች ከተወሰኑት አሁን ያልኩት አባባል ምንድነው ያሸባ ራሳቸው ጭንቅላታቸው ላይ ባለው አይን አላህን አይተዋል ነብያችን የሚል አባባል የሰበተው ከማን ነው عن بعد تلاميذ ابن عباس ይሄ የተረዳው አረዳዱን ያንጸባረቀ ነው ያደረሰ ያሸባ ابن عباس ያሉት ምንድነው ብለናል ወይ ሙጥለቀን ረአ ረበሁ አሉ ወይ ደግሞ بعين قلبه አሉ እሱ ይሄንን ረአ ረበሁ ያለውን بعض التلاميذ ምን ብሎ ፈሰረው በዚሁ በትክክለኛው አይና በዛ ከኢብኑ አባስ አልሰበተም ስለዚህ አይሻ አላዩም ትላለች في صحيح الامام مسلم አሳልፈናል ይሆኑ ጥያቄ ተጠይቃ ሶስት ነገሮችን አብራርታ ተናገረች አይሻ ነብያችን ሰለላሁ አላህን አይተዋሉ ጸጉሬ ቆማሉ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ استعظمت هذا الامر ቀፋ شعري لما قلت ይሄ እንግዲህ ፍየሎች ምናምን ካወቅ ከብት ምናምን አሁን ብርድ ነው በአሁኑ ሰዓት ይከሰክሳሉ ጸጉራቸው ይቆም ድልስ ብሎ የነበረው ምን ይሆናል ሳም እንደዛ አለች ነገሩ ከበድ አለ ስለሆነ እና ሶስት ነገር የነገረ አትሰድቀው ብለው ከዛ መካከል ሙሐመድ አላህን አይቷል በዱንያ ያለ አትሰድቀው እንግዲህ ነው ብዙ አይነት ተአዊላት አላቸው ብለና የሌላ አቡ ዘር አልጊፋሪ ሐዲስ አላ ይضم في الصحيح ጠይቀው ኑሩን አናራሁ ተብሎ ተመልሶላቸዋል ስለዚህ የኢብኑ አባስ ሪዋያና የአኢሻ ሪዋያ እምለያዩ እንኳን ቢመስሉ ሁለት እንኳን ቢመስሉ መጨረሻ ላይ ምንድናቸው ያልን ነው እኛ ሸባ አንድ ናቸው ሁለቱ ሪዋያዎች አንድ እንዲሆኑ የአብዱላህ ኢብኑ አባስ ሪዋያ بعين قلبه ብለን እንፈስራለን የአኢሻን ሪዋያ በራሳቸው በጭንቅላታቸው አይን አላዩም ማለት ነው ብለን እንፈስራለን ብለው በተስሪህ صاحب البحر ያስቀምጣሉ እዚህም من فتح الباري ነቅለው ያስቀመጡት ነገር አለ ታያላችሁ ጀምዑን በዛ አስቀምጠዋል ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ في شرح ابن أبي العز الحنفي للعقيدة الطحاوية أسالفنا البصفي نوصي بقراءة ذلك الكتاب كتاب قيم سلونا مانبب مراجعة ማድረግ ያስፈልጋል يا شباب قدم ያሳልፈነውን كلامን በሚመለከት ወደ 9 አቅዋል አምጥተው ያረጀሁትን አረጀሁ ሄደዋል ሩኡያን በሚመለከትም من أئمة السلف صحابዎች ሙጅሚዖች ናቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን በጭንቅላታቸው አይን ላለማየታቸው ይስማማሉ ብለው አሳልፈናል ችግራችን የማስታወስ ችሎታው
ወይም ግንዛቤያችን ትንሽ በሌላ ነገሮች መሽጉል ስለምንሆን በሚጠቅመን ነገር ስለማንሻገር ነው እንጂ እዛ ላይ من ضمن من نقل هذا الاجماع الدارمي ጠቅሰን አሳልፈናል طيب ወደ ሸርህ እንገባና የሚቀጥለውን መትን እናያለን አሰኝ ሱሐቦች በአቂዳ ተኻልፈዋል ያለ እንግዲህ አጀባ ማለሽ ሌላ መስአላ ውስጥ እንገባለን እንግዲህ ሰለፍ የሚባል አለ ሰሃባ የሚባል ነገር አለ ሰሃባ የሚለው አخص من السلف ነው ሰለፍ የሚለው ደግሞ ከሰሃቦች ምንድነው አዓም ይሆናል ሰለፍ ስንል ሰሃቦችም ሌላም ይገባል ሰሃባ ስንል ማን ብቻ ነው የሚገባው ሰሃቦች ብቻ ነው الصحابة إذا أخصوا في المسائل العقدية خلاف بتاتا يلا قلتهم يا شباب صحابة إذن في المسائل العقدية من يلا توحيد ذريالي أي يخلف الليالي هو ركب بحرا آخر فلذي سلف وإيش كتب على جن لببالو سلف الناس صحابة ليتنا في مسائل طفيفة مسائل عقدية هنا كنا تقيت مسألة وجلاي تخالفا من بعد الصحابة كصحابة بوالا يالو سلف مبار سلزي صحابوች بعقيدة على تخالفهم አይሰርትም ከነሱ طيب ስለዚህም ነው ቀውሉ የአኢሻ የዚህኛው ሰውዬ ሪዋያ فتتحد الروايتان ይላሉ ያ ሰውዬ ያለው አልተخالفም ቀውሉ አንድ ነው ያገላለጥ ምንድነው ይያልን ነው አሸባብ ባጭሩ ያገላለጥ ለየነት አላዩም ባይናቸው ነው አላዩም ማለት የፈለጉት አይሻ አይተዋል طيب شرحን እንቀራለን ስለዚህ ይሄንን አሁን የተባለውን ተፍሲል على ذكر ማስታወስ ያስፈልገናል ነው طيب هذه مسألة خلافية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أثبت ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قد من دالنا في هذه الأحاديث وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وأنكرت على من يقول إنه رأى ربه وورد في ذلك أحاديث فيها عدم الرؤية كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أن أراه وفي رواية أخرى رأيت نورا وهذا دليل على أنه إنما رأى النور وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية قلبية مقيدة لا رؤية بصرية وبذلك فسرت الرواية عن ابن عباس برؤية قلبية بمنه قال ابن حجر في الفتح قدم يعلنه سمنتنيا عرات سبارات تلال እንግዲህ ኑሳኾች ይለያያሉ جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها ثم قال وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب انتهى سلزه رواية مصيراتشو عندنا أنا ومن له ليلة طيب والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة حديث قدي خرجه البخاري برقم 4729 يلال في التفسير باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إنه لا يؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الآية 5 بعد 100 من سورة الكهف سلزها ملوت الإمام رحمه الله بإيمان بميزان النامن لنا يوم القيامة أحاديث عندما يوم القيامة በጣም ወፍራም የሆነ ሰው ይመጣና ሲመዘን የትንኛዋን ራሷን አይደለም ያሸው የትንኛዋን የወባትን ክንፏን ያህል አያስመጥ ምንም ወዝን የለውም ማለት ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን ረዳ ያሸበቅ ሰውየው ራሱ ይመዘናል ሶስት ነገሮች ናቸው የሚመዘኑ صحائف الأعمال يمزنال الأعمال ذاتها تمزنال
ሶስቱም ምን አለው እያልን ነው ያሸባ ማስረጃዎች አሉ አንተም ትመዘናለህ የሰራው ስራ ይመዘናል የሰራው ስራ የተመዘገበበት መዝገቡ ሐዲስ አልቢጣቅ አለ ሐዲስ طويل እሱ ነው ማስረጃው ስራ ለመመዘኑ ደግሞ ሐዲስ كلمتان نعم حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان يا شباب يمزنا عرضنا وعرضنا الله سبحانه وتعالى ذات أرجو مكير يشلال سلز ميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إلى الله سبحانه وتعالى في القارعة وفي الأعراف وفي غيرها من الصور الله سبحانه وتعالى ميزان أثبتال ميزان على بلن إنامنا وتوزن أعمال العباد سرام يمزنا الله كما جاء في الآثر كالدنيا والإيمان به بميزان مامل والتصديق به ونتنو مالك والإعراض عمن رد ذلك يعني الميزان يملس انسو كالسمراك وترك مجادلته السنة مجاكاك مكراكر متى من أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر نعم ألف ينو راسنا من أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر نريد الإيمان باليوم الآخر أحد أركان المندن الإيمان الست والإيمان بما أخبر الله به في اليوم الآخر ومن ذلك أنه أخبر بالميزان نريد صراط جنة يهون يالنو رؤية الله يمساسلوا من ضمن الإيمان باليوم الآخر زاوست مكاتتناتشو باليوم الآخر كماما بنزاهم بتبالوت نقروش مامن نوالو قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لامت بمعنى فينات لال ليوم القيامة مالت نعم زائدانات يالو قالوا زائدة كما هون ويلك بمعنى نعم في ما هنا الشالة على زائدانات يوم القيامة مالتنا بلو منفس فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها قيل إن العبد نفسه يوزن والدليل قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وفي الحديث يؤتى بالرجل السمين الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة يدي بطعم مبالا بطعم ميتاتا هي أكل فعول ملو مبالغة إما تعدنا نزال الله يشاركت يوباتني نهال آياس مزنم يلا قدم لفظ لا يتارك بلو بخاري لا حديث تزقبوال بلن وقيل إن الأعمال تجسد وتوزن عند جسرت الدرجنا تمزنال والله قادر على أن يجعلها أجسادا ولو كانت أعراضا فتجعل الصلاة جسدا وتوزن وكذلك الذكر وكذلك الصوم وما أشبه ذلك وتوزن أيضا السيئات فتجعل هذه في كفة وهذه في كفة يعني ميزان حقيقي ناشبه كفة جورو مالتنا ناشبه ميزان جورو حسنة بزيه الدرجال እንግዲህ ልብ በሉ ሐሰና አንድ በ10 ይባዛል እስከ 700 إلى ما شاء الله ሰይአ በሰይአ አንድ ባንድ አላህ የሚመራውም አለ እንግዲህ አንድ ባንድ ተባዝቶ አንድ በ10 አንድ በ700 አንድ በ70 ከዛም በላይ ሐሰናውን ሰይአው የገለበበት ይሄ لا حول ولا قوة إلا بالله مشكل እና ሐሰናቶችን ማብዛት አለብን ከሰይአቶች መቆጠብ ሰይአ ሲሰራም ደግሞ አትቢዒ السيئة الحسنة تمحوها ስለዚህ يا شباب شرحنا አልጨርሰውም ሰዓት ትንሽ ገፋ አድርጌያለሁኝ ሚዛን እኛ ህክሙን አናቅ አንደኛ من الميزان حكمة ቢባል يا شباب يا الله سبحانه وتعالى ፍትሁ ለሰዎች ግልጽ እንዲወጣ እሱ ሂሳብ ያለ ሚዛን መመራመር ይችላል ፍጡሩን ግን ለሰዎች እያየ ስራ እየተመዘነ አንተ እየተመዘንክ የሥራ መዝገብ እየተመዘነ የሚከስረው ሲከስር የሚአልፈው ሲያልፍ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala عدل لخلقه ግልጽ እንዲሆን የአንደኛ ህክማ ይሄ ነው ሌላ ማናውቃቸው ብዙ ህክሞች አሉ በሚዛን ማመን من اصول السنة والإيمان ከሱናና ከኢማን መሰረቶች አንዱ ነው በሚዛን እናምናለን
ሚዛን የሚያስፈልገው ፍራፍሬ የሚሸጥ ነው ባዓዎች ናቸው ጣም የሚሸጥ ሰው ነው እያለ የሚያፌዝ ይሄ ከነዛ ሰዎች ነው فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ካላቸው ሰዎች መሆኑ ላሸከነው መጠንቀቅ አለብን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله